والله العظيم من حلاوتها ومن جمالها انت هتقول عايزين تعملوها تاني كل شوية. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم منوعات ماما مها. هنعمله النهارده بتنجان، حاجة سهلة وخفيفة جدا جدا فوق ما تتخيلوا. هنروحوا جايبين بتنجانية كبيرة كوبا زي ما انتم شايفين، وقرنين فلفل يكونوا باردين وفيهم قرن موحوح. هنشيلوا القمع بتاع البتنجان، وهروح ماسكينه مقشرينه وماسكينه مقطعينه مكعبات، ونقطع الفلفل بتاعنا زي ما انتم شايفين مكعبات برضك حتت صغيره. وهنروحوا باذن الله جايبين حاطين ملح عليه عشان الملح بينزل الميه اللي في البتنجان. وهنروحوا جايبين جايبين الزيت بتاعنا وحاطينه على النار علشان نقلي البتنجان ونقلي الفلفل. طبعا واحنا حاطين البتنجان على النار هنروحوا جايبين الخلطه بتاعتنا اللي هنحطوها على البتنجان. ايه هي يا جماعه الخلطه دي؟ قبل ما اقول الخلطه اعملوا لي لايك واعملوا شير وفعلوا الجرس وكبروا القناه بتاعتي، ده يعني انا بتمنى ان انتوا تعملوا حاجه زي كده. هنروحوا جايبين خل وليمون وفلفل والثوم وكزبره وبقدونس وكل التوابل اللي عندكم، كمون وملح. وهروحوا انا طبعا عشان ما عنديش صلايه كانت اتكسرت مني خلاص، رحت جايبه كوبايه بغطاها وحطيت كل المكونات ديت فيها، وهنغطي الكوبايه وهنرجوها جامد جامد وخلاص ونسيبوها. وممكن نزودوا فيها حبه ميه كمان عشان نسبه الخل. بعد ما حمرنا البتنجان اهو الموحد زي ما انتم شايفين، البتنجان والفلفل الامرايه بتوعنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، هنقلبه كله في بعضه. وهنروحوا كاتبين عليه الدقه بتاعتنا. شايفين الحاجات الحلوه وسهله وجميله جدا، ممكن وانتوا رايحين البحر تاخدوها معاكم وتاخدوها وتاكلوها بالعيش، حاجه تحفه وجميله. دي كانت وصفتي النهارده من مطبخي من منوعات ماما مها، وهشوفكم في وصفه جديده باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.